هل سألت نفسك يوماً كيف لكلمة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم منذ 1400 عام أن تلخص آلاف الأبحاث العلمية اليوم؟ صوموا تصحوا ليست مجرد وصية، بل هي الكتالوج الفسيولوجي الأكمل لجسدك. سأشرح لك اليوم ماذا يحدث داخل خلاياك في كل ساعة صيام. بعد 12 ساعة من الصيام تبدأ عملية الالتهام الذاتي. خلاياك تتحول لمكانس ذكية، تلتهم البروتينات المشوهة والميكروبات المختبئة وتعيد تدويرها لإنتاج طاقة نظيفة. الصيام حرفياً يغسل خلاياك من الداخل. ليس هذا فقط، الصيام يعيد شباب محطات الطاقة في جسمك، الميتوكوندريا. الخلايا تتخلص من البطاريات الضعيفة وتبني أخرى جديدة وشابة. هذا هو السر وراء النشاط والصفاء الذهني الذي تشعرين به رغم الجوع. لكي لا تضيعي هذه المكاسب، طبقي سنة نبيك بوعي. عجلي الفطر بالتمر والماء لرفع السكر تدريجياً والحفاظ على حساسية المستقبلات. واستخدمي قاعدة الثلث. لا تصدمي جهازك الهضمي لكي تستمر عملية التنظيف لأطول فترة. وأخيراً، سحور البركة. اختاري البروتين والدهون الصحية لتغذي ميتوكوندريا خلاياك طوال اليوم التالي. صيامك صحة وعبادة.